ايوه طبعا. وجماعه لا سمح الله انتوا سايبين الناس بقى لها اكتر من سنه، انتوا ايه مستنيين 50,000 شهيد؟ مستنيين ايه؟ ها؟ كنا بنقول لكم في الاول المساعده، ساعدوا الناس، وصلوا للناس المساعدات، الناس بتموت وتتحرق على الهواء وانتوا ايه مش موجودين؟ ونقول لكم كنتوا ساعدوه، ما بقى لكم 14 شهر ما بتساعدوهمش، خليكم على الحياد. ها؟ المتغطي بالصهاينه والامريكان عريان. بس فما بنقول لكم ما تساعدوهمش، ربنا سبحانه وتعالى هيساعدهم، وهم ناس بيتوكلوا على الله. انتوا بقى ايه؟ ها؟ الله يرفع عنهم البلاء. 14 شهر ايه؟ خليكم على الحياد، ما تساعدوش الصهاينه ولا الامريكان. تمام؟ بس كنا بالاول بنقول لكم لعل وعسى تساعدوهم، دلوقتي لا، بنقول لكم خليكم على الحياد، ربنا سبحانه وتعالى هينصركم. وانتوا اهل غزه احنا بنمشي دلوقتي موطين راسنا. ليه؟ لان احنا ما عندناش دلوقتي كرامه، لان احنا ما ساعدناكوش ولا وقفنا معاكم، فسامحونا ولعل الله ربنا سبحانه وتعالى يسامحنا. وجماعه لا سمح الله كفايه 14 شهر، خدوا وقفه، انتوا مش صغيرين، احنا دول كبيره، ولنا العرب لهم قيمتهم واهميتهم. اوعى تفرطوا في قدره وعظمه العرب، وما تسيبوش الناس ال 14 شهر، كفايه 14 شهر. 55,000 شهيد، الناس بتتحرق على الهوى، والناس بتقاوم بتجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وربنا سبحانه وتعالى هيكون معاكم. اي نعم احنا بنمشي كده دلوقتي لان احنا الصراحه سيبناكم، والجماعه بتوعنا جماعه لا سمح الله انتقلوا من جماعه لا سمح الله لخانه المفعول به. كفايه 14 شهر. السلام عليكم. هذه رسالة مني إلى الأحمق، يعني الذي يخرج لنا مجبرين في قناة البي ان سبورت، المدعو محمد أبو تريكة الهارب من مصر وعليه أحكام قضائية من مصر هربا لأنه يمثل جماعة الإخوان المسلمين، والذي كتب علينا جبرا وقهرا وقصرا إذا كنا نريد أن نتابع الدوري الإنجليزي. للأسف يخرج لنا بمواضيع يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وبموعظة لا تخرج إلا من فاه هذا الأحمق لنا، ومجبرين أن نسمعها. الأخ اللطيف طبعا كل فترة والأخرى يخرج ويعني يصور نفسه أنه هو المدافع عن فلسطين وعن غزة وأهلنا هناك. طبعا خرج الآن أيضا في مرحلة أخرى، شو يقول لأهلنا في غزة سامحونا، يعني جماعة لا سمح الله، وهو يقصد العرب بالمطلق، يعني جماعة لا سمح الله ترى يعني 14 شهر أهلنا في غزة 55,000 شهيد، أنتم منتظرين إيه؟ حتى مساعدات ما في. أنت بذلك، وهذه رسالتي للقناة والقائمين عليها، كل الدول الخليجية والدول العربية قدمت مساعدات لفلسطين وغزة، بل أنه طائرات وصلت إلى سماء غزة وبدت تقذف المساعدات على مرأى ومسمع. هذا الكلام كلام خطير، هذا في تحريض الشعوب العربية على القيادات، وهذا الكلام كلام صراحة مسموم، وكلام فيه خلط حقيقة للسم في العسل، وكلام لا يمثل المنظومة الخليجية التي تقف مع فلسطين قلبا وقالبا، خصوصا البي ان سبورت وملاك البي ان سبورت هم خليجيين. وبالتالي هذا الكلام الوقح اللي قاعد يصدر منك ان احنا والله مطاطئين الرأس، وان احنا حقيقة ما وقفنا معاكم ما ساعدناكم. انت تحدث عن نفسك يا اخي، قول انا والله انا ما ساعدتهم، قول انا قاعد اتقاضى آلاف الدولارات وانا من اغنى المذيعين في البي ان سبورت، وقاعد الان قاعد اتفلسف عليكم، وانا كان من الممكن اطلع الان اروح اقدم مساعدات في غزة. لا، وابشرك من الممكن انك تدخل وتجاهد ايضا وتصير لنا سنوار واحد ثاني وانت في غزة. لكن انت انا اقول لك اياها من الان يا محمد يا ابو تريك، انت فوق ما انك احمق جبان، والله جبان، تصدر مشهد وانت ابعد ما يكون عنه. انت حاط لك سلسله في يدك كاتب لي عليها فلسطين، وتعتقد بذلك ان هذا نوع من انواع الجهاد، هذا نوع من انواع الحمق، ورسالتك فيها حمق. وانا كمتابع للبي ان سبورت لا اقبل بهذه المهزله التي تخرج لي كل بين الفينه والاخرى. وبالتالي هذه رساله اخرى لمن يدير البي ان سبورت، يا سيدي اضبط مذيعينك، حتى خطابهم مع الاسف يناقض سياسات الخليج ودول الخليج التي للأسف تملك البي ان سبورت. يعني هذه رسالة أتمنى تصل المسؤولين أن يمسكوا هذا الأحمق
عن البيان اللي احنا مجبرين كل ما نتابع الدوري الانجليزي نتابعه ونتابع فلسفته اللي ما لها اي قيمه.